في هاد الحياة اللي عامرة مشاكل وعامرة صداع، كاين صوت خافت، صوت صادق، صوت جاي من الداخل، من الروح. مرحبا بيك في صوت الروح مع بركات. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة، الحلقة الخامسة من صوت الروح. العنوان: خليك مركز على راسك وانسى الناس. كاين واحد السر بسيط وبسيط بزاف، وهو ان بزاف ديال الناس كيتجاهلوه. الا بغيتي ترتاح خليك مركز على راسك وانسى الناس. ماشي تكبر، ماشي تجاهل، ولكن واحد الوعي ناضج. الناس غادي يهضروا، غادي ينتقدوا، وغادي يستهزئوا، وحتى الا درتي المستحيل ديما غادي يكون شي حد ما عاجبوش الحال. شنو كيوقع منين كنبقاو نسرعوا بزاف؟ كنضيعوا الوقت، كنشكو في راسنا، كنبدلو طريقنا، ومرات كنفقدو الثقة في داك الشيء اللي بدينا في الأول. الحل هو أنك تخدم في صمت، كبر في هدوء، وخلي نتائجك هي اللي كتهضر عليك. ماشي ضروري كل خطوة تبررها، ماشي كل فكرة تشرحها. راك ماشي ملزم تشرح حياتك للناس ما كيعرفوش حتى راسهم. التركيز على راسك ماشي أنانية، راه رعاية لنفسك، لطاقتك ولأحلامك. كل دقيقة كتهضر فيها على الناس كتنقصها من روحك. رجعها واستثمرها في راسك، في حلمك، في المستقبل ديالك. كل مرة كتحس براسك باغي ترد على كل الناس، سول راسك: واش هادشي غادي ينفعني؟ واش انا كنعيش باش نرضيهم، ولا كنعيش باش نحقق ذاتي؟ خليك مركز على راسك ونسى الناس، لان صوتك الداخلي هو اللي كيهم، هو اللي كيسمعك فاش كتسكت، هو اللي كيشجعك فاش كطيح. خليك ديما مركز على راسك، وما تخليش هضرة الناس تشوش على احساسك. اليوم تكلمنا على التركيز، على الهدوء في وسط الصداع. واذا وصل صوت الروح لقلبك رجع ليه، راه ديما عنده ما يقول ليك. واخا الحلقة سالات، مازال الطريق طويل ومازال ما يتقال. اذا ما تنساش، ما ديرش بارطاج، ما ديرش جيم، وما ديرش كومونتير. السلام عليكم.